كل سنة وانت طيب يا سي زيزو، وعيد سعيد عليك، والسنة الجاية نشوفك في أي حتة. أنا بقول لك إيه، اللي هو أنت صحيح مضيت مع الأهلي عقد 4 سنين وقبضت المقدم؟ وانت طيب يا سيدي. وبعدين هو مفيش حاجة تستخبى في البلد دي. ده انا لو رحت السوبر ماركت اجيب جبنة وبيض يطلعوا يقولوا زيزو هيتغدى فراخ ولحمة النهاردة. وبعدين انت عرفت الخبر ده منين؟ عرفت منين؟ دي الناس كلها مالها السيرة غير إن زيزو مضى للأهلي وكل المواقع وكل الصفحات. بس أنا قلت أجي أتأكد منك بنفسي. قول لي بقى ما تتعبنيش. يا عم انا كنت عايز الموضوع يفضل سر علشان الحسد والقر بتاع الناس، بس واضح كده ان مفيش فايدة. اللي خلاك انت عرفت. اصلا انا ماشي بمبدأ دار على شمعتك تقيد. ده انت شمعتك هتجد وتلعلع في الاهلي يا سي زيزو. علشان كده انت اليومين دول ملعلع مع المنتخب ومع الزمالك وعمال تجيب جوان. صدق اللي قال، لو عديت من جنب الاهلي البطولات والاهداف تندهلي. يا صاحبي اهم حاجة النفسية، وطول ما انت في السلكان هتجيب احلى جوان. لكن كل ما النفسية تبقى تعبانة اهدافك هتبقى عيانة، ومش هيبقى معاك فلوس ومش هتخلص من الديانة. عندك حق يا سي زيزو، بس خلي بالك كده بتوع الزمالك هيزعلوا منك. وبعدين انت دخلت القائمة بتاعت الهدافين التاريخيين للزمالك، يعني هتخسر كل حاجة. يا عم انا عملت اللي عليا واتفاوضت معاهم، وبعدين دول مستخسرين فيا 100 مليون ارنب. ده انا هاخد قدهم مرتين ثلاثة في الاهلي وانا قاعد على الدكة. والله يا سي زيزو بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. طب بقول لك ايه، طالما انت هتاخد فلوس كتيره كده ما تديني العيديه بتاعتي، يعني قد 200,000 كده. يا عم تنيل بس، عادية ايه؟ ده انا لسه هسدد الديون والفلوس اللي عليا لما كنت بلعب في الزمالك.